بص، انت لو عندك بيزنس انا عارف ان انت بتسأل نفسك 100 مرة السؤال ده. ايه الفرق ما بين وحش البيزنس اللي بيعمل 100,000 دولار في الشهر وما بين اللي بيكح تراب ومش عارف يدفع فواتيره اخر الشهر؟ هو ليه في ناس طايرة في السماء وناس تانية بتعافر في مكانها؟ اسمع مني الخلاصة، انا مش جاي اقول لك كلام كتب وتنمية بشرية. مهما كنت بتبيع ايه ومهما كان الاندستري بتاعك بي تو بي، بي تو سي، عقارات، تأمين، لو بتبيع دور تو دور، في 3 اسرار بس هم اللي بيفرقوا ما بين الناس دي والناس دي. فجهز ورقه وقلم علشان الكلام اللي جاي ده بفلوس. انا عمرو شعلان، وبعد 20 سنه في الماركتنج ولبسات الحمد لله ما تتعدش في الحيطه في البيزنس، عرفت واتاكدت ان اهم من الشغل مش تظبيط الشغل على قد ما هو ازاي نعرف نجيب عملاء جداد عشان نعرف نبيع لهم الشغل علشان يبقى فيه شغل اصلا. شير للفيديو دوت، يمكن ربنا يجعلك سبب في رزق حد تاني، ويلا بينا نبيع الشغل. انا هبدأ لك على طول الفيديو واقول لك السر رقم 1: انت لازم تكون مقتنع بالحاجة اللي بتبيعها قبل ما تقنع العميل بيها. بص، انا عايز اقول لك على حاجه، انت عمرك ما هتكلم العميل وتعرف تقنعه الا لما انت تكون انت نفسك مقتنع من جواك ان السولوشن اللي انت بتقدمه دوت هو احسن دواء للعميل. البين اللي موجود عند العميل هو دوت اللي انت بتبيعه، هو ده الدواء، هو دوت السولوشن، انت متاكد من كده من جواك، وعلشان كده انت مقتنع بكده، وعلشان كده ده بيديلك طاقه وانت بتتكلم. الطاقه ديت ما تستهونش بيها، دي اللي بتتنقل للعميل، مش كلام بتاع الناس اللي هو الطاقة والمش عارف الكلام الكبير دوت. لا، بشكل عملي انا ساعة ما اكلمك وانا مقتنع بحاجة، اكيد غير تماما ان انا ملقلق من جوايا مش عارف انا هو اللي انا بقوله دوت صح ولا لا، ولا هو ده فعلا هيفيدك ولا لا. اكتر الناس الناجحين بيقعدوا مع نفسهم، مصاحبين نفسهم، بيتكلموا مع نفسهم. فانت بيع لنفسك قبل ما تبتدي تبيع للناس. وده هيجيبنا للسر رقم 2: برمج عقلك الباطن. الكلمة اللي بنتكلم عليها بتاعت يمكن واتمنى ويعني كده، هو مفيش حاجة غير ان شاء الله، فقط لا غير. لكن ما تتمناش ان انا والله يعني يا ريت ان دوت يحصل. ليه بقى؟ علشان عقلك الباطن دوت عامل زي العسكري اللي انت بتقول له عليه هو بيمشي عليه، وهيمشي عليه بالحرف من غير ما هو يبقى عارف ده هو انت بجد دوت ولا هزار. اصلا انت لما تقول له يا ريت اقفل الديل دوت هو هيقول لك اه يا ريت، لكن لما تقول له انا لازم اقفل الديل دوت ان شاء الله، عقلك الباطن هيقلب الدنيا علشان يلاقي الطريقه ان هو يقفل الديل ده. انت عارف ليه انت بتدفع فاتوره التليفون الارضي في اخر الشهر؟ علشان انت غصب عنك لازم تدفعها، والا هيقطعوا النت. هو ايه لازم هتدفعها، فخلي الديل بتاعك عامل زي فاتوره التليفون، انت لازم تقفل الديل دوت ان شاء الله بامر ربنا. وده هيجيبنا للرقم 3 اللي هو التركيز والاخذ بالاسباب، هو اللي بيجيب الحلول. هنا بقى الفرق الجوهري ما بين الوحش اللي ما بينامش غير وهو قافل الديل، وما بين اللي عادي خالص، بعنا ما بعناش مش مشكلة، ان شاء الله بقى نعوض الشهر الجاي، او هنعمل ايه، اهو هنعمل ايه، دي هي مفتاح الحل. ومش مهم هتقفل الديل دوت ب50 جنيه ولا ب1,000,000 جنيه، المهم ان انت تلاقي الطريقة ازاي هتقفل الديل دوت، وايه هي الاسباب اللي انت هتاخدها عشان تقفل الديل ده. ليه؟ علشان الرزق هو بتاع ربنا، لكن انت عليك الاخذ بالاسباب والاجتهاد. كل يوم اكتب هدف جديد، انا مثلا هوصل ل100 عميل جديد هبعت لهم ايميلات كل يوم. انت لو ما عملتش دوت، انت عقلك الباطن يوم بعد يوم هيبتدي يقول لك انت ما بتعملش، انا هعمل واسوي بتاع وانت ما بتعملش ده كله. حرفيا هو مخك بيفقد الثقة اصلا فيك. فلما انت تيجي تقول له انا عندي هدف كبير جدا، هيقوم جاي قايل لك اقعد سكت، انت بتقول كتير وما بتعملش في الاخر. انت محتاج مخك وقلبك يقفوا في صفك علشان تعلي التركيز بتاعك دوت، فتلاقي طرق وحلول، ويبقى عندك طاقة كمان ان انت تتعلم حاجات جديدة علشان تطبقها، وتبدأ ان انت تقفل ديلز كبيرة، وتبدأ ان انت تنجح في الحتة ديت. الكلام دوت ستيل ان هو مش كلام مجرد كلام وتنمية بشرية وخلاص، هو انت بتبرمج حتة في المايند سيت بتاعتك بس عشان تترجم لحاجة واقعية. هي حاجة بتوصلنا لحاجة. رقم 1: انا مقتنع اساسا. رقم 2: هو مفيش اختيار اساسا غير ان شاء الله انجح في الحاجة ديت. رقم 3: طب هعملها ازاي؟ اركز فيها كويس قوي وابعد عن اي حاجة ممكن تشتتني علشان اعرف الاقي حلول ازاي اوصل للي انا عايزه.
فاعمل سيف للفيديو دوت علشان ترجع له مره تانية، وقولوا لي في الاخر ايه رايكم نعمل جروب لرواد الاعمال نتكلم فيه عن نقط زي كده، ازاي نجيب عملاء جداد للبيزنس بتاعنا، وازاي نقدر ان احنا نتواصل معاهم بالطريقه الصح، وازاي نحافظ عليهم بعد كده. لو عجبتك الفكره ديت قول لي في الكومنتس تحت، وان شاء الله اكريت الجروب واحط اللينك بتاعه مره تانية في الكومنتس. سلام.